بس قصوري، خليني أتساءل معك ربما سؤال اليوم اللي كيطرحه الشارع المغربي. أزمة الحكومة والأساتذة، واش وصلت النقطة ديال لا رجعة وبلوكاج ما بعده حل، ولا مازال هناك مخارج سياسية ممكن للحكومة أنها تلجأها تحفظ لها ماء الوجه ربما، ولكن تنقذ أيضا الموسم الدراسي وتخلي الأساتذة يرجعوا للأقسام، وأيضا نقطة رجعة بالنسبة للأساتذة اللي سقف مطالبهم اليوم أصبح مرتفع، وكيقولوا أنه لا تراجع عن الإضراب إذا لم تتحقق مطالبهم كاملة. دائما الحلول هي موجودة إذا توفرت الإرادة السياسية، والإرادة السياسية في هذا الملف اليوم أصبح أزمة مجتمع، ملف مجتمع وليس ملف تعليم نؤكد عليه، وبالتالي يلزم إرادة سياسية عليا للتدخل العاجل والفوري من أجل إنقاذ السنة الدراسية، ومن أجل وضع تصور جديد بإرادة سياسية وقرار سياسي سامي عالي. إذا ما كانش قرار سياسي سامي عالي أعرف ما أقول وأكيد. الحكومة اليوم ما فيها اشتقاء وما بقتش اشتقاء. أزمة الحوار نتاع أن ترجع للنقابات، انتهى المشكل مع النقابات لأن أدانوا بعضهم بعض واتهموا بعضهم بعض وخالفوا بعضهم البعض. يعني شنو في تصورك دريس قصوري الحل السياسي الممكن اليوم؟ هو تحكيم ملكي في هذا الملف؟ ليس تحكيما ملكيا، قرار ملكي. شوف المغرب قام اكثر من 30 اصلاح، لا بغيتي نجربوهم من بعد اكثر من 30 اصلاح فاشل، لان المغرب النظام كله كان خايف هذه 70 سنه من التعليم والمعرفه والثقافه والناس المتعلمين، وبالتالي كانت مشاكل في البلاد. اليوم المغرب كله الحمد لله مع النظام الملكي ومع الملكيه ومع الملك، كيبغيو البلاد وكيحبوها وكيتقاتلوا عليها. انتهى التصور القديم نتاع نخافوا من التعليم ونحكموا عليه بالاعدام وندخلوا للثلاجه ونسدوا عليه، وتزيدوا توافقوا مع تقارير البنك الدولي في امور ديالو، وتزيد الحكومه التكنقراطيه تمشي في التصور البنك الدولي، وبالتالي نجيز عن التعليم. انتهى التصور، خصنا نتعاملوا مع التعليم الان، الازمه التاريخيه تحيد ونتعاملوا حضاريا مع التعليم. هو الوسيله تاع التقدم والقلب النابض ديال التعليم. ما كاين لا بنيه تحتيه ولا مدرسه ولا تلميذ ولا هو الاستاذ، لان الاستاذ هو اللي غادي ياخذ المناهج والبرامج وهو اللي غادي يوصلها للتلميذ. طيب خلينا نرجع معك للحل سي دريس قصوري. تقول انه الحل اليوم ليس بيد الحكومه ولا حتى رئيس الحكومه. نعم متجاوزها بشكل كبير. قرار سياسي بشكل كبير، قرار سياسي بيد الملك وماشي للتحكيم، باش يقول عفونا عن التعليم الذي حكم عليه غيابيا وبدون نص بالاعدام هذه 50 سنه ولم يطبق الإعدام. اليوم يريدون أن يظل هكذا معلقا. نحن عفونا عن التعليم وسنرد له الاعتبار ديالو بأمور عادلة وبإنصاف عادل، وبدون المغرب ما غاديش، بدون تعليم ما غاديش يزيد المغرب، وبدون رجل تعليم ما غاديش يزيد المغرب. نعم. شنو هو التعليل الدستوري اللي ممكن الاستناد عليه اليوم ونحن نقول بأنه الملف ديال التعليم خرج وأصبح أكبر من الحكومة ويحتاج تدخلا ملكيا؟ أنا قلت لك ليس حتى تعليل دستوري، تتجاوز هذا تعليل حضاري. الدستور براسو إلا اقتضى نغيروه من أجل أننا نحط في كل مشاكل. الدستور وثيقة كنديروها باش تسير لنا وتحل لنا المشاكل. هذا مشكل إذا نحلوه. أنا ما تنقولش مشكل دستوري، مشكل ديال قرار سياسي. أما الدستور بخير وعلى خير، ما كاين حتى مشكل. هذاك نشوف الحلول التقنية والترقيعات، خاص قرار سياسي دار ندوة، دار مناظرة. بمعنى قرار، شنو القرار اللي خاص يتخذ مثلا؟ هو إرادة نتاع الدولة نتاع الإعفاء. تنقول لك أنا حكم على التعليم بالإعدام هذه 70 سنة بدون محاكمة عادلة بدون نص، لأن البلاد كانت خايفة من التعليم ورجال التعليم والمعرفة وكانت صراعات. فالمغرب دار المصالحة مع سنوات الرصاص، دار المصالحة في كل شيء، غادي بخطوات إيجابية نحو الأمام إلا التعليم ما يبقاش. طيب هذه الحكومة بكل ما فيها من كفاءات مفترضة ووزراء وسياسيين وأحزاب ما عندهاش الحل الأزمة ديال التعليم؟ والقرار متجاوزها. قرار علاش يقولوا هما التعليم ما خصوش يخضع للتسييس، قرار متجاوزها وفوق منها. نهار تاخذ البلاد الشخص جلالة الملك تاخذ القرار الحقيقي بأننا بغينا التعليم ما عندناش موقف منه، ما خايفينش منه، وهو وسيلة للتقدم،
غادي يتخذ قرار وكل شيء غادي يوصلوا الميساج وكل شيء غادي يخدم لصالح التعليم. سي قصوري، الدستور كيقول لنا بأنه الملك هو رئيس الدولة، وأنه هو الممثل الأسمى ديالها، هو الضامن ديال الاستمرار ديال الدولة وديال المؤسسات ديالها، حسن سير مؤسساتها، وهو الضامن ديال الحقوق والحريات، والتعليم أيضا من أسمى الحقوق والحريات. اليوم هذا السند الدستوري إلى أي حد يمكن تفعيله، أو إلى أي حد نحن بحاجة اليوم إلى تفعيله، على اعتبار أنه مرفق التعليم العمومي شبه معطل في المغرب لما يناهز الشهر ونصف؟ شوف، عندنا التجربة ديال 2011 جميع الدول طرا فيها اللي طرا فيها ومشى الامن ديالها والاستقرار ديالها وقعت التوترات، والمغاربه ما سيروهاش. كان التدخل ديال الملك في اللحظه الحاسمه المناسبه باش نقاويو، وتعطات اشاره ديال اصلاح الدستور ودارت لجنه وتقاد والناس مشاو مع الدستور الجديد. انا نفس المنهجيه والعزيمه والاراده والقرار السياسي، ولكن قرار سياسي ملكي ديال رئيس الدوله بشكل اعلى يهم الجميع وينضبط ويلتزم له الجميع. المحكمه الدستوريه لا اليوم جمعيات اولياء الامور كتطالب او كتقول انها ممكن تمشي للمحكمه الدستوريه. شوف حنا دابا في الاراده الحمد لله المغرب تغير فيه كثير، والمغاربه باغيين بلادهم، باغيين ملكهم، باغيين نظامهم، باغيين ملكيتهم. ما بقاش عندنا مشكل خاص نقولوها عباد الله بالجار ونمشيو. والمشاكل اللي كانت عندنا سياقيه جايه من واحد السنوات ديال الخوف وديال الصراع والتوتر وديال هذا نحيدوها منها. التعليم هو من بين المشاكل القديمه اللي كانت متخوفه منها الدوله. اليوم الدوله المغرب ما عندها مناش، خاص كل شيء. المغاربه كيبغيو بلادهم، كيحبوا دولتهم، كيحبوا ملكهم، كيحبوا نظامهم، كيحبوا ملكيتهم، بغى اللي بغى وكره اللي كره. فخص والتعليم ما يبقاش ضحيه ديال السياسه القديمه. طيب هذا التعليم الذي هو تراه ضحيه اليوم، الى ماذا في رايك سينتهي هذا المشكل، هذا الملف؟ الى ماذا سينتهي ما بين الحكومه والاساتذه في تقديرك سي ادريس قصوري؟ وراه ماشي ملف تقني دابا ما بين الحكومه والاساتذه، راه هذا الملف متجاوز الحكومه وهذه الحكومه هذه ما عندها ماش تقدم. واسمح لي باحترام كل الشخصيات، واش عباد الله السي بيتاس عنده القدره والشجاعه والمعرفه والعلم والتكوين باش يمشي يحل لنا هذا الملف ويبدا يدور من تلفازه لتلفازه؟ راه السي بيتاس في التكوين والشخصي ما يوصل حتى لواحد في الالف باش يحل هذا الملف. خصنا نقولوا بدا يجي يهضر، لا حنا ما نبغيش التسليع، ما حنا ما نبغوش الخصاصه. يجلس قدامي نوريه مئات النصوص في الميثاق الوطني نتاع التسليع ونتاع الخصاصه، يجلس قدامي نقولها له بماده بماده. واش بنادم ما يحشمش؟ راه المشكل تجاوز رئيس الحكومه ومتجاوز الحكومه ومتجاوز وزير التعليم ومتجاوز بيتات ومتجاوز النقابات ومتجاوز الجميع. راه ازمه مجتمع ومشكل مجتمع، خص مناظره، قرار سياسي، مناظره وطنيه باش نقول يحضروا فيها جميع الفاعلين، مباشرين وغير مباشرين وفعليين وماليين واقتصاد واجتماع وثقافه وسياسه والجميع، وكل من موقعه ومن دوره، ويكون ونخرجوا بقرارات سياديه نتاع حضاريه. التعليم قطعناه مع النظره ديالو والتخوف القديم، وغادي نزيدوا لقدام ونحطوا الاسس ونمشيو نطبقوها على مدى سنوات. ما نبداوش نديروا الحلول الترقيعيه وهذا. والبنك الدولي يعطينا اتساع المقررات ديالو ما صالحاش لبلادنا، والتصور ديال التكنوقراطيين سي اخنوشو مجموعته والباترونه وبكل احترام ما صالحش. خصنا تصور سياسي اللي يحل المشكل، ورجل التعليم ونساء التعليم في قلب الاولويات. دابا تنقول لهم الصراحه، خص المدرسه والتلميذ والاستاذ ثلاثي مثلا خص نصلحوهم كاملين ماشي غير واحد. فاش نديروا تحليلات غادي نلقاو مؤشر الاستاذ كيشكل 70% ولا 80% من الاصلاح، والمدرسه غير 10% والتلميذ غير 10%. بمعنى خصني نمشي نحل المشكل نتاع رجل ونساء التعليم ب 70%، لانه هو القوه الضاربه. دير البنيه التحتيه التافعيه، دير المناهج المخيره التافعيه. الا ما كانش اللي غادي يبلغها التلميذ باراده وبقوه وبفعاليه وبنجاعه وبجوده وبانجاز، راه ما غاديش توصل ليه. واخا دير تختار على المدرسه منعرف، واخا تجيب التكنولوجيا ديال الصين وديال الامريكان وديال جميع اليابان وديال اللي بغيتي. واضح. اشكرك سي ادريس قصوري، الاستاذ الجامعي.